يعني كأنا مثلا كشخص محترف في الثانوية العامة ديت، الثانوية العامة ما حرمتنيش من حاجة خالص. ولا ماشي هتطلع نصين ماشي. صحيح. ضرب واتضربت، امتحانات وسقطت، مذاكرة واجتهدت، حالة نفسية واتفشخت، وفي الآخر الحمد لله يعني عديت من أولى وتانية بسلام. أنا دلوقتي في مجال تالتة بقالي 3 شهور متهيألي أو شهرين تقريبا، هو حاجة على الرينج ده، بقالي فيها 3 شهور أو شهرين. خليني اوضح لك اكتر حاجه عن الثانويه العامه. اول حاجه وهي اساسيه خالص اكيد يعني هي الدروس. بص يا اسطى، انت لازم تحدد موضوع من الاتنين، يا هتاخد دروس اونلاين يا هتاخد في سنتر. وخليني ابشرك الاتنين زباله عموما. انك لو خدت اونلاين بقى مش تقول بقى وفر وقت واخد من البيت عشان يكون عندي وقت اني اذاكر والكلام ده، انا عارف الكلام ده قلته. هتاخد اونلاين هتلاقي ما شاء الله كم ورق عندك متراكم قد كده في الدرج، وتعالى تف على وشي لو كنت شفت كارت واحد بس. تاني مرحله هي السنتر. خليني اقول لك السنتر ده اللي هو عباره عن سجن، بتتسجن فيه لمده 3-4 ساعات.